كتير بنسمع جملة اتصرفي كأنثى وفكري كذكر، وبنحس إنها متناقضة. إزاي أجمع بين الرقة وبين طريقة تفكير الرجالة اللي غالبا بتكون عملية وجافة؟ الحقيقة إن المعادلة دي هي سر القوة الناعمة. الأنثى الذكية هي اللي بتعرف تحافظ على مظهرها، رقتها وهدوءها كتصرفات أنثى يعني. لكن لما تيجي تحلل الأمور وبتتخذ قرارات بتستخدم منطق الرجل اللي بيعتمد على الوضوح والنتائج مش المشاعر وبس. النهاردة هنعرف سوا إزاي نطبق المبدأ ده عشان نحمي قلوبنا وننجح في علاقاتنا وحياتنا. التفكير بعقلية الرجل مش معناه إنك تكوني قاسية، لكن معناه إنك تكوني عملية. الراجل لما بيفكر غالبا بيفكر في حل المشكلة، مش في المشاعر اللي حوالين المشكلة. طب هنتكلم في 3 نقط: الوضوح والمباشرة. الرجالة ما فيهمش التلميحات الكتير. فكري كرجل، يعني قولي اللي انت عايزاه بوضوح ومن غير لف ودوران. النقطة التانية: عدم شخصنة الأمور. لو حد انتقدك أو حصل موقف بايخ، فكري بمنطق الرجل اللي بيفصل بين العقل وبين قيمته الشخصية، ما بيخليش كل كلمة تهز ثقته في نفسه. تالت حاجة: التركيز على الهدف. بدل ما تغرقي في دراما ليه حصل كده، فكري في إيه الخطوة الجاية. ده هو جوهر التفكير الذكوري اللي بيختصر المسافات. دلوقتي هنتكلم عن معنى تصرفك كأنثى. هنا بيجي السحر. مهما كان تفكيرك منطقي قوي، لازم يظهر للعالم في قالب أنثوي. ودي هنتكلم فيها في 3 حاجات: الهدوء والرئة. الأنوثة هي طاقة احتواء. صوتك الهادي وحركاتك الرزينة وطريقتك في الكلام هي اللي بتدي لك الهيبة والجاذبية. تاني حاجة: الغموض الجذاب. الأنثى الذكية ما بتكشفش كل أوراقها. خليكي زي الكتاب المشوق، كل يوم بنكتشف فيه صفحة جديدة. الغموض ده هو اللي بيخلي الناس كلها يفضلوا منجذبين ليكي. تالت نقطة: الاهتمام بالتفاصيل. يعني إيه؟ الجمال، الأناقة، الريحة الحلوة، دي أسلحتك الفطرية اللي بتخلي ليكي حضور طاغي من غير مجهود. نيجي بقى للتوازن في العلاقات ونتكلم عن غريزة الصياد. لما بتفكري كرجل، بتفهمي سيكولوجية الرجل. بتعرفي إن الرجل بيحب المطاردة والاكتشاف، فبتتصرفي كأنثى تقيلة ومكتفية بذاتها، وده علشان تديله مساحة يمارس غريزته دي. ولو فكرتي بمشاعرك الأنثوية بس، ممكن تلاحقيه وتخنقيه بالاهتمام. لكن لو فكرتي كرجل، هتعرفي إن الاستغناء هو قمة الجاذبية. انت هنا بتستخدمي ذكاء الرجل عشان تحافظي على كرامة الأنثى. هنتكلم بقى دلوقتي عن الابتلاء بالخوف والربط بالثبات النفسي. زي ما بنقول دايما في فيديوهاتنا الآية الكريمة: ولنبلونكم بشيء من الخوف. التفكير بعقلية الرجل بيساعدك جدا في وقت الخوف. الراجل بيواجه الخوف بالفعل والثبات. لما تحسي بابتلاء أو ضيق، اتصرفي كأنثى في لجوئك لربنا ورقتك في الدعاء. لكن فكري كرجل في ترتيب أوراقك والبحث عن حلول. وما تسلميش نفسك لدراما الانهيار. القوة الحقيقية هي إنك تكوني ناعمة من بره وصلبة من جوه. في النهاية، المعادلة دي مش عشان تتغيري، هي عشان تكوني أذكى نسخة من نفسك. كوني رقيقة زي الورد، لكن كوني قوية ومنطقية في قراراتك زي الجبل. أنا سيلا. قوليلي في التعليقات إيه أكتر موقف حسيتي فيه إنك محتاجة تفكري بعقلك وتسيبي مشاعرك على جنب. أشوفكم الفيديو الجاي بكل جمال وذكاء. شكراً.